موظفو الجماعات الترابية يشلون الإدارات ل3 أيام. أعلن التنسيق النقابي الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابع للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية وتدبير المفوض التابع للكونفدرالية المغربية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية عن خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء والخميس 6 و27 و28 من مارس الجاري، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب إلى خوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم. وطالب التنسيق الوطني في بيان له بخلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها وإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم إضافية شهريا. كما شدد على ضرورة إدماج كافة حامل الشهادات والدبلومات غير المندمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم إسوة بباقي القطاعات الوزارية في إطار احترام مبادئ المساواة.